براند ليفت. لو كل التسعة كونسبتس اللي فاتوا تمام وموجودين في المنتاليتي وبنعرف فعلا نستفيد منهم، هنبقى وصلنا لمرحلة ان احنا بنشتغل على حاجات اعلى واعمق صعب قياسها، حاجات كلها ليها علاقة بالبراندنج والبوزيشنينج، والبراند ده تأثيره النفسي عامل ازاي. كل الحاجات دي يعني لو احنا ما تمكناش من الكونسبتس التسعة اللي كنا بنتكلم فيهم من اول الفيديو، العاشر مش هيبقى ليه لازمة ان احنا ندخل فيه دلوقتي. لو تمكنا العاشر هيبقى ليه فايدة، لانه هيبتدي يورينا بقى زاوية جديدة تانية خالص، بتورينا اللي بيحصل في البراندنج وبتقيسهولنا وبتمسكهولنا، فنعرف نوجه الدفة صح ونعرف نستخدمه كبوصلة تورينا الدايركشن المفروض نروح له. البراند ليفت هو في الاخر اناليسيس تكنيك، برضو نقدر نقول عليه اناليسيس تكنيك، نقدر نقول عليه ماتريكس او سيت اوف ماتريكس تفهمك ايه اللي بيحصل في البراندنج. وليكن مثلا ابسط مترك فيه هو البراند ليفت نفسها، اللي فيها تقدر تعمل حاجه معينه. هي الفكره اللي فيها ان هي 2 ستيب اناليتكس مش 1 ستيب. الطبيعي ان بيحصل حاجه بنقيسها، لكن اللعبه في البراند ليفت ان بيحصل خطوتين عشان نوصل للنتيجه. الخطوه الاولى تريجر بيحصل مع اودينس معين، الخطوه الثانيه اختبار او سيرفي للناس دي قد ايه هم فاكرين او متاثرين او مستوعبين شيء معين انت كنت حاطه في التاتش بوينت الاولانيه او الخطوه الاولانيه، وبناء على الخطوتين دول تطلع بنتيجه تاثير المسج بتاعتك في دماغ اليوزر اللي استقبلها، وتبقى عارف تاثير اللي ما وصلوش المسج دي ايه على البراند بتاعك. فانت بتبقى قادر تجيبها من الناحيتين، تاثير اللي وصل له المسج وتاثير اللي ما وصلوش المسج، لانك بتبقى جايب جزء او سيجمنت من الاودينس بتاعك عشان ما يوصلوش الحاجه اللي انت بتجربها، فتبقى قادر تشوف الليفت اللي حصل في البراندنج بتاعك بجد. مش مجرد تعمل حاجه وتشوف هي جابت ولا لا انت بتعمل حاجه وتشوف هي جابت، واللي ما حصلوش الحاجه دي وضعه عامل ازاي، فتقارن ما بين النقطتين فتعرف الليفت اللي حصل في حاجه زي البراندنج. وده ابسط السيستمز اللي بتقدمه لك، سيستم زي جوجل ادز، زي فيسبوك ادز. جوجل ادز مش عارف بيقدم الجزء ده، لا جوجل ادز مش بيقدم الجزء ده الا في الديسبلاي كامبين، لكن فيسبوك ادز بيقدمها في الاويرنس والريتش كامبين. ولو تم استخدامها صح، ولو البراند متاسس صح، ولو في ريسورسز كافيه، حاجه زي دي هتبقى مهمه جدا كانسايتس للتيم الماركتنج عشان ياخد بناء عليها قرارات. كده 10 كونسبتس نادر لما بلاقي كونتنت بيتكلم عليهم بطريقه مبسطه وبيشرحهم للبزنس اونر، عشان المنتاليتي بتاعته تبقى بتساعد تيم الماركتنج بتاعه سواء ان هاوس او ايجنسي ان هو يكسبه. في معظم الحالات بيبقى الاونر هو اللي مكتف تيم الماركتنج بتاعه سواء ان هاوس او في ايجنسي. لو بس الاونر استوعب الكونسبتس اللي اتكلمنا فيها في الفيديو ده، هيبقى طريقه التعامل بتاعته مع تيم الماركتنج بتاعه مختلفه تماما، هيديهم مساحه وبالتالي فرص ان هم يكبروا له البيزنس بتاعه هتبقى اكبر بكتير. اما بقى لو انت ماركتر فما ينفعش ما تكونش عمليا متمكن من معظم الكونسبتس اللي احنا اتكلمنا فيها في الليست اللي فاتت. لو انت بتشتغل على او من منظور ايجنسي، سواء كنت تيم وبتكبره عشان يبقى ايجنسي او ايجنسي، فانت محتاج دايما تبقى حاطط الكونسبتس دي في دماغك سواء ليك او عشان تقدر توصلها لدماغ الاونر اللي انت تتعامل معاه فيدي لك المساحه الكافيه. شكرا جدا.